السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير لكل متابعين الصفحة. اليوم بإذن الله حنعمل زيت لتطويل الشعر، لتحفيز الشعر على النمو، زيادة الكثافة، ملء الفراغات. الشعر النهائي مهما استخدمتي مثلا من الخلطات وما حسيتي إنه في زيادة، فاستخدمي الزيت الرهيب ده. بيتكون من مكونين رئيسيين اللي هما البصل والثوم. ديل أقوى محفز لنمو الشعر، زيادة الكثافة، ملء الفراغات. فحنجيب معاهم كمان يا بنات قرنفل، والقرنفل كمان يا بنات حاجة كده رهيبة شديد بالنسبة للشعر، يزيد من الطول، من الكثافة، من اللبعان. فحنشيل معلقة من القرنفل بالإضافة إلى بذور الكتان. بذور الكتان غنية جدا بالأوميجا 3. بذور الكتان بترطب الشعر غير الفيتامينات الكتير شديد الموجودة فيها. فحنسحن القرنفل مع بذور الكتان بالإضافة إلى الخردل. والخردل يا بنات يعني زيت الخردل عموما من الزيوت اللي بيحارب ظهور الشيب المبكر. إذا مثلا عندك بدايات شيب مبكر استخدمي دايما الخردل أو زيت الخردل، فبيدي الشعر اللمعان الطبيعي، الكثافة الطبيعية، أو بيرجع للشعر لونه الطبيعي إذا كان مثلا فقد باستخدام المواد الحارقة، أو مثلا المكوى المستمرة أو الفرد المستمر. فالزيت ده بإذن الله تعالى بيرجع لك لشعرك الكثافة واللمعان. الحاجة الثانية أو الحبوب، الحلبة. والحلبة يا بنات بتعمل على تطويل الشعر، بتعمل على تكثيف الشعر، بتعمل على ملء الفراغات. فكل المكونات دي حنسحنها مع بعض. حلبة، قرنفل، اللي هو معاهم تاني زيت أو اللي هو الخردل مع بذور الكتان. زي ما شايفين يا بنات نسحن المكونات دي كلها مع بعض عبر الصحن. تاني حنجي نخلط الثوم مع البصل مع زيت. ثوم، بصل، زيت. شوفي انت يعني عاوزة تستخدمي أي زيت بينفع معاكي، سواء كان مثلا زيت اللوز، إذا سواء كان مثلا زيت الزيتون، سواء كان مثلا زيت جوز الهند، فاستخدمي أي زيت بينفع معاكي، أو كان زيت الجوجوبا. فحنشيل المكونات دي كلها يا بنات زي ما شايفين، نضعها على إناء. بالإضافة حنخلط البصل والثوم معاهم زيت. بعد كده حنخد الزيت ده على النار. طريقة استخدام الزيت ده يا بنات مثلا تخديه كحمام زيت مرتين مثلا في الأسبوع، توزعيه على سائر الشعر من الجذور حتى نركز أكتر شي على الجذور والأطراف، وأكثر شي نركز على الجذور. لما تيجي تغسلي شعرك استخدمي أو أضيفي للشامبو معلقة من القهوة عشان تشيلك ريحة البصل والثوم نهائيا. هي أصلا حتختفي، لكن للإضافة أو لإنك مثلا ما عايزة الريحة نهائيا أو تشيلك الريحة نهائيا. حنضيف كوباية زي ما شايفين من أي زيت بينفع معاكي، تكون كوباية كبيرة زي ما شايفين. بعد كده نخلطها مع البصل والثوم. الاستخدام المنتظم، الاستخدام المنتظم للوصفة دي، أو الاستخدام المنتظم للزيت ده، بحول الله جل في علاه يديك نتائج فعالة، نتائج مبهرة، وخصوصا البصل والثوم. ممكن يا بنات تشيلي يعني موية البصل فقط وتوزعيها على شعرك، يعني خصوصا على الفروة، بتطول الشعر، بتحفز الشعر على النمو، بتزيد من الكثافة. فدي طريقة ثانية من طرق استخدام البصل مثلا. زي ما شايفين أضفنا الزيت مع البصل مع الثوم اللي مخلوط، وحنحطه على النار. وكمان ما نخليه فترة طويلة على النار، يعني مثلا 5 دقايق أو مثلا 6 دقايق، مع التحريك المستمر، مع التحريك المستمر، التحريك المنتظم. بعد كده بيطلع عندك الزيت جاهز. البصل يا بنات سبحان الله من المحفزات الرهيبة شديد بالنسبة للشعر. البصل فهنا يعني لو ملاحظين أغلب المكونات دي مع بعض فعالة جدا، مكونات طبيعية جدا ما فيها أي مضار بحول الله جل في علاه.
إذا انتظمتي فيها حتديك نتيجة فعالة. اكتبوا لنا في التعليقات بتتابعونا من ياتو بلد من ياتو مدينة. هنا كمان حنضيف الزنجبيل يا بنات، وإذا كان عندك الفريش يكون أفضل، مع إنه يعني نفس الخصائص، لكن إذا عندك الفريش متوفر يكون أفضل. فاللي هنا عندي بودرة، فحنضيفه على يعني خلاص على نهاية الزيت، أو بعد ما خلاص تكون عاوزين ننزل الزيت نضيف الزنجبيل. بعد كده نحرك جيد يا بنات ونصفي الزيت ونستخدمه. الزيت ده يا بنات ممكن تستخدميه مثلا بعد ما تعملي ماسك الحنة مثلا، يعني هو ممكن تستخدميه لوحده، وكمان ممكن تستخدميه بعد ماسك الحناء. وماسك الحناء عملت عنه فيديو منفصل، يا ريت تشوفوه وترجعوا للفيديو. زي ما شايفين يا بنات هنا الزيت بقى جاهز للاستخدام. يكون عندك جورب عشان يصفي لك الزيت نظيف، أو مثلا شاش عشان يدي لك الزيت أو يصفي لك من الشوائب. اكتبوا في التعليقات يا بنات، لا تنسوا الاشتراك عبر القناة، وشير ولايك، وبتابعونا من ياتو بلد من ياتو مدينة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 صلوات، وحط عنه 10 سيئات، وكتب له 10 درجات. سبحان الله. شوفوا يا جماعة الفضل الكبير في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وكمان شنو، ربنا جل في علاه يكتب لك 10 حسنات، ده بفضل صلاة واحدة يا بنات. فما بالك إذا زدتي، فما بالك إذا اليوم مر عليك وإنت عندك ورد ثابت من الصلاة والسلام على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. زي ما شايفين هنا الزيت بقى جاهز للاستخدام. بعد كده تستخدميه حتشوفي نتائج رهيبة، نتائج فعالة. حيدي لك شعرك سواد ولمعان، بتحسي إنه شعرك اللون الطبيعي حق شعرك رجع. هنا ماسك الحنة، ممكن تستخدمي الزيت ده بعد ماسك الحنة بيوم. يعني مثلا اليوم عملتي ماسك الحنة، اليوم اللي بعده تستخدمي أو تعملي حمام الزيت ده. خرافي ورهيب في إطالة الشعر، في كثافة الشعر، في اللمعان، في إنه بيرد للشعر اللون الطبيعي، يحفز على زيادة النمو، زيادة الكثافة، ملء الفراغات. الناس اللي بيعانوا من الفراغات استخدموا الزيت ده، وبإذن الله تعالى حتشوفوا نتائج مبهرة. ما تنسوا الاشتراك في القناة. إن شاء الله نتلاقى في فيديو آخر.